قلعة مبنية على بوابة بتفصل بين عالم الإنس وعالم الجن. يقال إن تحتها حفرة والحفرة دي باب من أبواب جهنم. عشان كده أطلقوا عليها بوابة الجحيم. قلعة كل اللي بينزلها عمره بيزيد 30 سنة. قلعة هوسكا أخطر مكان على كوكب الأرض. تعالوا معايا أقول لكم الحكاية باختصار. القلعة دي اتبنت سنة 1253 في تشيك، والقلعة دي بقى لما تشوفها من بره تلاقي فيها شبابيك وأبواب كتير، ولكن لو دخلتها هتكتشف إن الشبابيك دي كلها مش حقيقية ومزيفة، ومفيش في القلعة دي أي مصدر للمية ولا للصرف الصحي ولا حتى مطبخ. والقلعة دي موجودة في مكان بعيد ومحاط بالغابات والمستنقعات والجبال، ومفيش حواليها أي طريق ومفيهاش أي مظاهر للحياة. ودي بقى حاجة غريبة جدا تخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم: هي القلعة دي اتبنت ليه؟ القلعة مبنية على تبة عالية ومن جوه فيها كمية رسومات كتير جدا وفي نفس الوقت غريبة جدا، والرسومات دي بتظهر الصراع بين الإنسان وبين كائنات تانية غريبة، وبتنتهي قصص الرسومات دي بانتصار الإنسان دايما. والغريب أكتر إنهم لقوا هياكل عظمية جوه القلعة دي، ومش معروف لحد دلوقتي الهياكل دي بتاعت مين ولا حتى سبب وجودها ايه. والمفروض ان القلعة دي زيها زي اي قلعة مبنية لحماية البلاد، ولكن الاساطير بتقول انها مبنية عشان تسد الفجوة اللي تحتها. وقالوا كمان ان الجن كان بيخرج من الفجوة دي عشان يتغذى على الارواح البشرية وياخدهم معاه لجوه الفجوة، وعشان كده اتسمت القلعة دي باسم بوابة الجحيم. ولو بصيت على القلعة من فوق هتلاقي فيها حفرة عميقة جدا، والغريب ان محدش قدر يوصل لاخر العمق ده، وده لان مفيش طريقة لنزول العمق ده إلا عن طريق الحبال. ولكن مجرد ما بتقرب من العمق ده بتسمع أصوات مخيفة جدا وبتشم ريحة غريبة جدا وكأنها أصوات بتستنجد بالعالم الخارجي أو أصوات كائنات غريبة جدا مش مفهومة. وأي حد كان بينزل الفجوة دي عشان يشوف عمقها قد إيه كان لا إما بيختفي تماما لا إما بيطلع سنه أكبر من سنه الحقيقي بأكتر من 30 سنة، وشعره كمان بيكون أبيض. لكن أغلب العلماء والمستكشفين أكدوا حقيقة واحدة، وهي ان قلعة هوسكا مسكونة بالجن والشياطين والكائنات الغريبة، وده نتيجة انهم سمعوا اصوات مخيفة جدا اثناء البحث والدراسات الاستكشافية، واكدوا انهم كانوا بيحسوا بوجود كائنات خفية حواليهم اثناء عملية البحث، وبالتحديد لما كانوا بيقربوا من مكان الفجوة، لكنها كانت كائنات مش متشافة. وبما ان هتلر كان مهتم بسكان جوف الارض بعت بعثة يعرف ايه اللي بيحصل في القلعة دي بالظبط. والجدير بالذكر ان معظم الهياكل العظمية اللي لقوها في القلعة كانت معظمها لجنود ألمان، وده بقى معناه ان الباحثين اللي بعتهم هتلر عشان يكتشفوا القلعة رجعوا سابوا مجموعة من الجنود الألمان عشان يحموا القلعة، ولكن محدش يعرف الدراسات اللي عملوها انتهت على ايه. ولو فكرت تروح قلعة هوسكا لا اما هتختفي تماما لا اما هتطلع سنك اكبر من سنك الحقيقي باكتر من 30 سنة. قولولي رأيكم في التعليقات، ويا ترى قلعة هوسكا فعلا مسكونة بالجن ولا لا؟ وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل رابط الحسابات في صندوق الوصف.